يا صباح الخير، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهارده صاحية حقيقي مقفولة جدًا، 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 لإن عندي حاجات كتير وحاجات متراكمة عليَّ جدًا. مش متراكمة، أنا صحيت لقيت الفريزر عندي فاصل وكل حاجة فيه سايحة على بعض. فطبعًا ده حاجة قفلتني، وبالذات بقى البوتاجاز شايفين المنظر عامل إزاي. فطبعًا ده كلّه عاوز يتضبّط. أنا عندي المطبخ نضيف، عاوز بس الرخام هو اللي يتمسح بس. أنا جِبت بتاع النمل ده. طبعًا أنا حاطاه في بخاخة، لأ هو هي العلبة بتاعته دي مامتي اللي جابتها لي أول مرّة أستخدمها. فأنا هاستخدمه وأشوف النتيجة بتاعته إذا كانت حلوة أو وحشة. المهم المفروض إن أنا كنت أصوّر ليكم حاجات معيّنة يعني في روتيني النهارده. فتقريبًا يعني الدنيا اتشقلبت معايا، فأنا هاصوّر على قد ما أصوّر النهارده، ويالّا بقى نروح نشوف هنعمل إيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده انا كنت هعمل لكم روتين تاني خالص غير الروتين ده، بس اول ما قمت من النوم اتصدمت بكارثة حقيقي. كارثة، انا عارفين اللي هي حسيت ان انا آمم، اليوم معايا بالنسبة لي اتقفل. أنا هاقول لكم إن أنا باعمل الروتين ده وأنا حرفيًا مبوّزة، بسبب إن أنا قُمت من النوم. أول ما قُمت لقيت الفريزر كل حاجة فيه مفكوكة، هو شغال بس كل حاجة فيه فكة، وكل حاجة طبعًا كنت حاطة لحوم وكده، فطبعًا ده كله دَم على الأرض. عندي الطرقة عندي بقت مليانة دم، وطبعًا دي كانت بالنسبة لي صدمة. طلّعت كل اللي في الفريزر، بس الحمد لله، الحمد لله إن ما كانش في حاجة باظت، لإن لو كان في حاجة باظت حرفيًا أنا كنت مش عارفة ساعتها كان هيجرى لي إيه. بس الحمد لله، الحمد لله شِلت كل حاجة ومسكت الفريزر مسحته، ومسكت الدم كله مسحته، ومسحت الطرقة وكده. وغسلت اللي هي الإدراج، ورجعت يعني فصلت الفريزر تاني، وحطيت ورجعت الحاجة تاني مكانها، وبعدين شغلت الفريزر. هو للأسف لحد دلوقتي مسقّع، يعني مسقّع يعني، بس مش مسقّع أوي. وحقيقي أنا مش عارفة، خايفة، أنا مش عارفة دي ضعف كهربا والّا من الفريزر. ليه؟ لعلم إن الفريزر أصلًا لسه جديد، يعني الفريزر لسه جديد، ما بقالهوش كتير عندي، يعني سَنة مثلًا. المهم دي أول حاجة. تاني حاجة كان البوتاجاز زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو. أنا كنت باسلق لحمة، وجنبها كنت باعمل عسل اللي هو مَيّة بسكر بليمون. طبعًا فار وغلي، كان بيفور واتدلق كله، واتدلق بس مش كله، يعني هو لما فار اتدلق على البوتاجاز. فطبعا انا كنت بسوي لحمه. العين كانت شغاله فحرقت لي، يعني حرقت اللي هو العسل اللي نزل. فطبعا زي ما انتم ما شايفين كانت حاجه تخليكي تعيطي جنبها. انا قمت لقيت يعني لقيت الفريزر، وطبعا شايفين البوتاجاز كان عامل ازاي. انا الحمد لله، الحمد لله اللي ساعدني في اليوم كله ان ما كانش في عندي مواعين كتير، والرخام يعني المطبخ كان نضيف، كان هو مجرد بس مسح الرخام، ومسحته بالدواء بتاع النمل زي ما انتم شايفين. انا لحد دلوقتي لقيت النمل مات، ولحد دلوقتي ما ظهرش ليا نمل. انا مركزتش قوي، بس انا ما شفتش يعني في نمل. فطبعًا وكان بنتي، يعني ده كله وأنا باعمل، بنتي في الخلفية بقى راحت جابت لي الزبالة ورمتها لي على الأرض. فطبعًا أنا كنت يعني بانهار حقيقي. فكنت حاسة إن الشقة كلها بايظة، وحاسة الشقة كلها محتاجة تتنضف وتتروق وتتمسح وتتكنس وتتمسح تتنفض. فأنا كنت حقيقي حاسة كل حاجة فوق دماغي. فأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، فأنا استعنت بالله. استعنت الحمد لله بالله، وقمت كده اول حاجه عملتها يعني طلعت اللي هي الحاجات بتاعه الفريزر بره. ورحت مسحت الادراج، ومسحت الفريزر، وكان الظهر خلاص ادن. رحت اتوضيت وصليت الظهر، واستعنت بالله. واول حاجه بقى عملتها، رجعت تاني بعد ما صليت الظهر، رجعت تاني كل حاجه. كنت طبعا فصلت الفريزر، رجعت كل حاجه بتاعت الفريزر وشغلتها، وقلت ان شاء الله باذن الله تشتغل.
ودخلت طبعًا زي ما أنتم شايفين البوتاجاز كان منهار. أنا ما فطرتش إلا لمّا أعمل البوتاجاز، لإن حقيقي أنا كنت عاوزة يعني عاوزة أشوف كل حاجة، يعني أبسط الأمور إن أنا أشوف البوتاجاز قدّام عيني نضيف، الرخام قدّام عيني نضيف. أنا مش هاعرف أفطر وهو بالشكل ده وبالمنظر ده، فأنا حطيت تحدي مع نفسي إن أنا مش هافطر ولا هاشرب النسكافيه بتاعي غير لمّا أكون مخلّصة الرخام كلّه، غاسلة المواعين، هو الحمد لله ما كانش مواعين كتير، وأكون منضّفة ماسكة البوتاجاز غاسلاه. أنا غسلته غسلة حقيقي محترمة، هو تعبني على فكرة شوية، وقعدت فيه شوية حلوين كده لحد ما هو ال العسل اللي وقع طلع. هو كان علاجه مش هاقول لكم سيترس، يعني سيترس للدهون، بس العلاج الوحيد بتاع العسل اللي وقع وهو بقى مع الحرق اللي حصل وكده مَيّة سخنة فقط لا غير، يعني هو العلاج بتاعه كان كده. أنا بقى بقيت أحط عليه مَيّة سخنة وأمشّي عليه بالفرشة الصغيرة دي اللي أنا باشيل منها بواقي أو أي حاجة، لحد واحدة واحدة الحمد لله بدأ يسيح معايا لحد أمّا رجّعته تمام يعني. واللي أنا اتعلمته من الخطوة دي إن أنا ما اسيبش، يعني لمّا آجي أعمل الحركة دي أولًا أعمل في حاجة غويطة، العسل أعمله في حاجة غويطة على اللي أنا باعمله، ولو في عين تانية شغالة أحط في عين بعيدة جنب العين اللي هي شغالة بتاعة البوتاجاز مهما كانت، إذا كان لحمة باسويها أو أي حاجة، المهم يكون العينين بعيدة عن بعض عشان لو حاجة وقعت أو حاجة اتطرطشت يعني ما يتكررش الغلطة دي تاني معايا. تمام. طبعًا مفاجأة الفيديو النهارده إن الفيديو طويل، يعني كذا حد قال لي طوّلي الفيديو مش عارفة إيه. أنا الصراحة ما باحبش الفيديوهات الطويلة، أنا باحب الفيديوهات اللي هي قصيّرة تكون خفيفة عشان ما تبقاش تقيلة على حد وهو بيسمعها. أنا باحب الفيديوهات اللي هي ما تتعداش ال15 دقيقة، باحسّها خفيفة، باحسّها إن هو مثلًا يعني لو أي حد مثلًا هيسمع هيلاقي ده فيديو خفيف أو صغيّر، فهيبقى هيستسهل، غير لمّا يلاقي مثلًا الفيديو نُص ساعة أو كده. أنا الفيديو ده عاملاه يعني تقريبًا 24 دقيقة و30 ثانية أو 34 ثانية، فطبعًا ده أطول فيديو عملته من ساعة ما عملت القناة. طبعًا أنا كنت دايمًا فيديوهاتي من 10 دقايق، يعني يوم ما بتعلى أوي 16 دقيقة. أنا تقريبًا فيديوهين اللي نزّلته 19 دقيقة وفيديو تاني 18 دقيقة وفيديو تقريبًا تالت 17. فده الفيديو، لإن الفيديو ده أنا حقيقي يعني كنت باعمل وكنت متحدية نفسي مش إن أنا أصوّر فيديو، متحدية نفسي إن أنا عاوزة أخلّص كل حاجة، وعاوزة أخلّص ورايا كذا حاجة. وأنا عاوزة أقول لكم يا جماعة، بس ده ما صوّرتوش معاكم، إن أنا حشيت حلة محشي كبيرة. يعني أنا كنت خلّصت اللي أنا باعمله ده، اللي هو المطبخ بس من غير كنيس ومسيح، وفطرت، وبعدين حشيت حلة محشي كبيرة، وبعدين لمّا خلّصتها قُمت كمّلت اللي أنا باعمله. المهم إن أنا كنت قُلت هاسيب البوتاجاز ولمّا هافطر وبعدين واحشي المحشي وبعدين أرجع تاني، فقُلت لأ، أنا مش ضامنة ظروفي، أنا أنجز اللي أنا قدّامي، اللي أنا باعمله دلوقتي، وإن شاء الله يعني بُصّوا خدتها تحدي مع نفسي إن أنا لأ، أنا ورايا كذا وكذا وعاوزة أخلّصه. فأنا رُحت قُلت بقى بالمرّة هاصوّر وكده. هو يعني بُصّوا، أنا كذا مرّة باكون، والله العظيم حصلت معايا كذا مرّة إن أنا باكون مرتّبة فيديو في دماغي واصحى باعمل روتين تاني غير اللي أنا مرتباه في دماغي. يعني مش دي أول مرّة، لأ كذا مرّة. يعني باكون قايمة يعني من بالليل باقول أنا هاقوم أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فباصحى تلاقوا أي حاجة تحصل، فتلاقوا الروتين مرّة واحدة اتقلب معايا. فمش يعني فهو بيتغيّر وكده. بس أهم حاجة إن أنا باكون أنا هدفي في الروتينات اللي أنا باعملها إن أنا باحفّزكم على الروتينات اللي أنا باعملها. أنا عارفة إن روتيناتي مثلًا
كلها شبه بعضها، او كلها او انا مثلا ما بعملش اللي هو ما حدش بيعمله. بس حقيقي حقيقي انا مثلا لما بسمع روتينات زي كده، انا الروتينات دي بتحفزني جدا، بتخليني مثلا سريعة في شغلي، بتشجعني، بحب ان انا يكون شقتي على طول نظيفة. الحاجات دي بتشجعني قوي يا جماعة. تمام. فانا برضو رسالتي ليكم ان زي ما انا بتشجع على الحاجة دي يعني اشجعكم معايا. دي يعني دي الحاجة اللي أنا حابة أوصّلها لكم، حتى لو أنا باعمل حاجة بسيطة جدًا، يا رب يكون يعني إيه وصل لكم الفكرة دي. كذا حد يعني كلّمني في الكومنتات وقال لي إيه، يعني في اللي قال لي: "ما تسرّعيش الفيديو كده، الفيديو بيوتّر، يا ريت ما تسرّعيهوش، لأ خلّيه بطيء، عاوزين نبُص على التفاصيل." وفي ناس قالوا لي لأ، وأنا فعلًا حقيقي عملت فيديو مش مسرّعاه خالص، يعني مبطّئاه. لقيت كومنتات برضه دخلت تقول لي: "لأ، إحنا بنحب الفيديوهات اللي هي السريعة، بنحب الفيديوهات اللي هي بتنشّطنا، الفيديوهات السريعة بتنشّط، لأ رجعي تاني خلّيها سريعة." فأنا حقيقي احترت. فأنا قُلت بقى إيه، هنوسطن الأمور، في بقى لقطات هنحب إن هي لازم تكون سريعة، لإن لو طوّلنا فيها هنحس كلّنا بملل، أنا عن نفسي هاحس بملل. وفي فيديوهات وفي مقاطع تانية هنقول مثلًا إيه، نخلّيها بطيئة، زي مثلًا المقطع ده لمّا يكون بطيء كده هنقول إيه، تمام حلو، على الأقل إحنا بنستمتع بكل حاجة إحنا بنعملها. بس لمّا مثلًا وأنا باغسل المواعين، حقيقي أنا باغسل المواعين بكمية كبيرة، فلمّا أقف أغسل مواعين وأبطّئ الفيديو في النقطة دي، فحقيقي أنا يعني أنا وأنا بامنتج أنا هاكون ملّيت. يعني أنا بُصّوا، وأنا بامنتج باعيد على الفيديو كذا مرّة، باعيد مرّة و2 و3 ليه؟ عشان ممكن مثلًا إيه، آآ حاجة من وشّي بانت، حاجة ظهرت أو أي حاجة، فلازم أعيد كذا مرّة عشان مثلًا إيه، أحُط sticker أو كده. أنا من الناس اللي ما باحبش أظهر في اليوتيوب ولا باحب أظهر بشكلي أو الكلام ده، لأ، هو يعني اللي أنا باعمله إيدي ورجلي ده كبيري، ما احبش إن أنا أظهر وأشوف وأكون كده إيه، يعني شكلي يبان. أنا من الناس دي وما باحبهاش الصراحة. فأنا مثلًا باقول لكم من ناحية اللي هو مثلًا وأنا باغسل المواعين وأنا مثلًا بانشر، فطبعًا النشير ده بانشر برضه بكمية كبيرة، ما ينفعش إن أنا مثلًا أبطّئه، لازم النشير ده إن أنا هاسرّعه. عاوزين مثلًا إن أنا أبطّئه، هاخد جزء من نشير الغسيل مثلًا، جزء صغير جدًا هاعمله بطيء ومش هاكمّل معاكم الباقي، وهاجي بقى في آخر الفيديو أورّيكم بُصّوا شُفتوا أنا نشرت ده. بس أنا حاسة يعني مثلًا حتّة النشير إن أنا أجيبه لكم بسرعة، يعني أجيبه لكم بسرعة وأجيب تفاصيله إن أنا باعمله كلّه قدّامكم، فده على فكرة بينشّط جدًا. أنا عن نفسي لمّا أتفرّج على نفسي وأشوف نفسي وأنا بانشر الغسيل باحس إن أنا متنشّطة. أولًا أنا آسفة جدًا وباعتذر جدًا على الصوت اللي جنبي، أنا آسفة حقيقي. المهم هنا كنت خلاص كنست، يعني هنا بقى بعد ما فطرت وحشيت حلة المحشي. على فكرة يعني أنا باحشي المحشي رفيّع جدًا وباحشيه بسرعة أوي، يعني حتى دايمًا مامتي كانت بتقول لي: "أنتِ يعني اقعدي أنتِ احشي المحشي أو اقعدي مثلًا قوّري البتنجان، أنتِ بتعمليها بسرعة أوي." كنت باحس إن أنا يعني ماما بتضحك عليَّ عشان إيه، أنا أقعد اللي أعمل الحاجة دي. بس لمّا أنا اتجوزت لقيت فعلًا حماتي بتقول لي: "أنتِ بتعملي بتحشي المحشي بسرعة جدًا." اللي هو الكرنب بتحشيه بسرعة جدًا، أنتِ بتحشيه صغير بس بتحشيه في ثانية. فأنا بقيت ألاحظ نفسي أو آخد بالي من نفسي إن فعلًا أنا يعني بسم الله ما شاء الله عليَّ، عشان بُصّوا مش حاسة، ما يحسدش المال يا جماعة إلا صحابه، يعني ممكن أنا أحسد نفسي، يعني أنا مش قصدي عليكم. آمم وعلى فكرة أنا من الناس اللي باستطعم، يعني في ناس بيقولوا لي: "لأ، أنتِ بتحشيه صغير أوي، أمّا يكون كبير مش عارفة إيه." أنا على فكرة باستطعم المحشي لمّا يكون الصباع صغير، الصباع الكبير ده ما باستطعمش بيه نهائيًا، باحسه مش حلو. بس الصغير باحس إن أنا مستطعمة بيه، وبالذات الصغير أنتِ مش بتحشيه رز كتير، فبالتالي بتحسي بطعم الورق. فالورق بالذات لمّا يكون مسكّر بيدّيكِ نتيجة محترمة جدًا، جدًا للمحشي. يعني ده أنا بالنسبة لي باحسها. بس في ناس كده بيجيبوا الورقة ويعبّوها رُز، فتحسّي إن أنتِ بتاكلي رُز، ما يعني
يعني ما بتاكليش محشي اللي هو مزيج بين الرز وبين الورقة. فاهمين قصدي؟ لان دايما اساس مش هقول لكم بقى الخلطة، لا شوفوا بقى لما تكونوا جايبين الكرنبايه كده وتكون مسكرة وتحشوها رز قليل، بيديكي المحشي مهما كنت عامله الخلطه بيديك المحشي تحفه. وبرده تركايه كمان في المحشي ان انتي بتزودي الخضره كتير، كل ما يكون الخضره كتيره في المحشي بيديكي برضو نتيجه تحفه تحفه تحفه. والبصل الكتير برضو، البصل الكتير بيسكر المحشي. وهقول لكم تركايه كمان في المحشي، الضان يا جماعه في المحشي وانتي بتسوي المحشي، مش هقول لكم حطوه في الخلطه، انا جربته في الخلطة وجربته على وش المحشي، حقيقي على وش المحشي احلى بكتير اما تحطيه في الخلطة. على وش المحشي وانتي بتسويه كده تقطعي كام قطعة وتحطيها على الوش واسقي بقى بالشوربة، يا سلام، اجمل واحلى محشي ممكن تاكليه. ده حبيت اقول لكم على تريكاتي في المحشي. انا مشكلتي يعني المحشي يعني ممكن ما اعملوش كتير لان انا عندي جوزي ما بيحبش المحشي، انا بس اللي بحبه جدا. فطبعا انت ما بتعملي حاجه على حسب ما جوزك ما بيحب. المهم الحمد لله كده خلصت المطبخ، وكنت بالنسبه لي ان انا عملت انجاز كبير قوي قوي قوي. فدخلت طبعا على البلكونتين كانوا محتاجين فعلا يتمسحوا، بالذات البلكونه دي كنا قاعدين فيها انا وبنتي، كانت بتاكل عنب فعصته في الارض، فطبعا بقى فكانت عاوزه تتمسح. وطبعا خدت الكرسيين مع الترابيزه اللي انا حطاهم في البلكونه، طبعا مسحتهم، وده اساسي اساسي لازم امسحهم كل ما اجي انضف البلكونه. هنا بقى كنت يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا طول الفيديو والله والله طول ما بعمل فيديو انا مخنوقه جدا وقرفانه جدا وحاسه ان انا مبوزه، يعني طول الفيديو وانا عارفين مكشره ومش طايقه نفسي، مش طايقه حد يكلمني، مش طايقه اي حاجه، برضو بسبب يعني ان هو الفريزر. وبرضو انا من الناس لما اصحى على حاجه معينه والدنيا معايا تتشقلب بحس ان انا يومي مقفول. انا بحب الترتيبات، بحب التنظيم، بحب ان انا هعمل كذا فالحاجه دي اعملها. بحس بانجاز فعلا لما انجز الحاجه اللي انا مرتبه لها، مع ان على فكره اللي انا عملته ده كله ان عملت انجاز برضو كتير يعني كبير، بس برضو ادام ما عملتش الحاجه اللي انا مرتبها لها بحس ان انا ما انجزتش، بس في الاخر بقول برضو ايه الحمد لله ان انا يعني ايه ابسط الامور عملتها. وان انا برضو لحقت الحاجه بتاعه الفريزر برضو قبل ما تبوظ او اي حاجه، حقيقي انا كنت زعلت قوي قوي، لان انا يمكن طول الفيديو بعمل ومكشره ومبوزه بسبب ان خايفه ان الفريزر مثلا ما يتلكش او حاجه فالحاجه برضو تبوظ، لان انا لحد دلوقتي قاعده على اعصابي. فيا رب يا رب يعني مش عارفه بقى دي ضعف كهرباء بسبب او بسبب الحر الجامد، مع ان النهارده الجو حلو جدا جدا. احنا النهارده ايه؟ النهارده السبت 6/7 ولا 7/7 تقريبا 6/7. الجو حلو جدا جدا، حتى وانا بمسح في البلكونه وكده في هوا وفي نسمه هوا جميله قوي. حتى وانا بروق ما حسيتش بحر خالص، كنت حاسه ان الجو حلو جدا. ف مش عارفه حصل ايه، مش عارفه بقى ضعف كهرباء او الفريزر حصل له حاجه، بس انا بقول لكم ان الفريزر جديد والفريزر نوعه تورنيدو. فمش عارفه هو يا جماعه لو حصل فيه حاجه او جرى حاجه فطبعا هقول لكم ده من الفريزر ولا فعلا ضعف كهرباء ولا ايه بالظبط، لان اللي بيجهز او هيجيب حاجه هقول لكم اذا كان حلو ولا لا. بس يعني انا من ساعه ما جبته وشغلته يعني بقالي اهو سنه ونص، لا قولوا سنه، انا مش غالبا بقالي سنه حلو ما اشتكيتش منه. فربنا يستر بجد، ربنا يستر. هنا بقى جيت على الترابزين بتاع البلكونه كان متطرب كده فحبيت ان انا امسحه، مشيت عليه هي التنظيف السريع ده، فكان متطرب يعني، فقلت ايه خلاص. طبعا جينا هنا للي هي بتاعت الجرار بتاع البلكونه اللي هو الشباك،
الباب يعني بتاع البلكونة كان زي ما انتم شايفين متبهدل كده بسبب بقى ترابة، وكان حقيقي من العيد ما كنتش نضفته، وكان في مية وقعت ومش عارفة ايه. فكل يوم عمالة اقول هعمله، فكنت حقيقي الموضوع ده متضايقة منه قوي قوي قوي. انا بكره الترابة يا جماعة، بالذات الترابة الناعمة، حقيقي حقيقي انا بكرهها جدا. فانا الحاجات دي بالنسبة لي اما خلاص الترابة بتشال من عليها بحس ان انا نفسيا بقيت افضل واحسن. كنت خلاص دخلت بقى البلكونة التانية كانت متطربة، قلت لا مش هعملها بالمكنسة، هعملها بقى ايه بالمسح كده. هي اصلا عبارة عن ترابة، يعني اللي هي الترابة اللي هي الخفيفة، اللي هي الترابة الناعمة. فهي يعني ايه، قلت لا هعملها بالشرشوبة كده احسن. انا يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان الشرشوبة دي بحب استعملها افضل حاجة للصيف، لان الصيف بيتلم فيه الترابة الخفيفة، فهي دي بتلم معايا. وبالذات يعني انا في الصيف بحب انضف التنظيف اللي هي فيها ملمقة مية شوية، لان بحس ان هي بتحسسني بالطراوة، وبحس ان خلاص اللي ايه الدنيا بقت طراوة كده. بس باللي هي الموب لا، يعني الموب جربتها، يعني مش جربتها، يعني كنت بمسح بقى اول كام مرة كده، فحسيت لا انا عاوزة دي. يعني المود بتاعي مش مود ان انا استخدم موب. الموب بقى نخليها بقى ايه في الشتاء، احنا ممكن نعمل كده يعني الموب نخصصه للشتاء، والشرشوبة دي نخصصها للصيف. واللي بيسألوني على فيديوهات طويلة اهو يا جماعة انا عملت لكم فيديو طويل، يا رب يعجبكم. وما تنسوش يا جماعة ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير جدا 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 جدا. وبرضو شكرا، انا نسيت في اول فيديو اشكركم جدا على على الدعم اللي انتوا بتدعموه ليا، على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولي ليا، على كل حاجة حقيقي. انا مش يعني مش ناسية، يعني مش ناسية دعمكم ولا كلامكم الحلو. انا حقيقي لما اشوف الكومنتات بتاعتكم بكون مبسوطة قوي، بكون كده بحس ان انا بعمل فعلا انجاز، بعمل حاجة حلوة كده، مع ان اللي انا بعمله عادي جدا، كلنا بنعمله. بس ان انتوا تكونوا مستجيبين ليا في حاجات زي كده، وان انتوا بتدعموني بالشكل ده، وان انتوا بتكونوا مستنيين ليا فيديو، فدي حاجة بسطاني قوي قوي، بجد بتبسطني جدا. المهم هنا كنت خلاص كان عندي غسيل وحبيت ان انا انشره. طبعا زي ما بقول لكم، يعني حتة الغسيل اهو، زي ما انا ما بنشر الغسيل ده كله مش هينفع ببطء. اي حد هيتفرج عليا حقيقة هيقفل الفيديو، بس لما يكون بالسرعة ديت لا، يعني هتحسي نفسك ان انتي يعني بتحفزي نفسك وعلى فكرة هتلاقي نفسك برضو حبيتي نشر الغسيل. انا يعني اما بشوف نفسي كده وانا بنشر الغسيل بحس ان انا عاوزة اقوم انشر تاني. كان في حد يعني باعت لي، يعني قايل لي على مشكلة في كومنت بتاعه، فانا ان شاء الله الفيديو الجاي هبقى اقوله لكم. يعني لان يعني ما قلتوش يعني في الفيديو ده. الفيديو الجاي ايه هقوله، هرد على التعليق، يعني هرد عليكي في ان شاء الله في الفيديو الجاي. هنا بقى مطرح ما كنت مع يعني شايله حاجات الفريزر وحطاها هنا، فطبعا يعني كان في بقى حاجات زفره وحاجات من ديت، فكنت حطاها هنا كلها. فبعد ما فضيت حطيته في البانيو، وقلت ايه لما اخلص اروح ماسكاه ايه، ماسكاه بليفه وصابونه كده، بالليفة واللي هي الأومو. رحت غسلها غسلة كويسة ومحترمة. أنا عموما يعني الحاجات دي على طول بغسلها على طول، يعني نضيفة معايا، ومش بحطها في الحمام يا جماعة. أنا الحاجات دي مش بحطها في الحمام عموما، لا أنا بحطها عندي أوضة الأطفال كبيرة وواسعة، فركناهم على جنب في أوضة الأطفال. المهم يا جماعة ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم ورغيت معاكم كتير النهاردة. واي تعليق او اي حاجة عن الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.